لو شايفين ان المقاطعة ريحت او ان المصريين بطلوا مقاطعة، فاحب اقول لكم ان وجهة نظركم دي غلط. انا اول امبارح اللي هو يوم 9/12/2023، اللي هو اليوم اللي قبل الانتخابات على طول، معديه في طريقي، بعدي في طريقي التلقائي يعني على كذا مطعم بيتزا هات او كنتاكي او كده. ومطاعم ايه، المطاعم دي كانت قبل كده كومبليت، ما كناش بنلاقي فيها مكان. المطاعم دي كذا فرع، بيتزا هات وكنتاكي، ولا واحد ولا ترابيزه فيها حد. بجد، انا يعني بجد انا اتبسطت جدا، اتبسطت ويعني حسيت فعلا ان احنا جادين. ماكدونالدز بقى عديت عليه، لقيت يعني ايه ترابيزتين ثلاثه بالكتير فيهم حد. اتمنى طبعا ان الرقم ده ينزل لزيرو، بس طبعا يعني برضو ماكدونالدز ده كان كومبليت، كان يبقى فيه ويتنج ليست عليه. فطبعا الموضوع دلوقتي يعني خف تماما تماما. فالمقاطعه في مصر فعلا جاده. وكنت نزلت لكم قبل كده كذا فيديو على ان الصحف الاجنبيه اصلا مركزه مع المقاطعه في مصر، وشايفين ان الشعب المصري هو اكتر شعب ملتزم بالمقاطعه، في حاجه على فكره تفرح جدا. احنا مكملين، وهي مش مقاطعه زي ما ناس كتيره بتقول، ده استبدال مش مقاطعه. يعني ربنا ينصر اهلنا في فلسطين، دي اقل حاجه نقدر نقدمها لهم. والشركات الوطنيه تشد حيلها وتقوم على حيلها وما تغليش الاسعار. يعني ما ينتهزوش الفرصه ان هم يعني ينتهزوا فرصه ان المصريين مقاطعين براندات تانية وان هم يعلوا الاسعار. لا، لان برضو المنتج اللي هيعلي سعره احنا مش هنجيبه، وهيطلع مكانه منتج تاني مصري احسن وبجوده كويسه وبسعر معقول. حبيت بس افرحكم.